تخيل تروح مع مراتك تقضوا كام يوم في كوخ وسط الغابة عشان تنقذوا جوازكم، وبعد ساعات تكتشف ان كل واحد فيكم مخطط يقتل التاني، والاغرب ان ده هيكون مجرد بداية كابوس اكبر بكتير هيخلي كل اللي حصل قبل كده يبان انه بسيط. استعدوا، القصة مليانة مفاجآت وخيانات وصراعات هتقلب كل توقعاتكم. الفيلم بيبدأ باعلان تجاري لموبايل، والمخرج بتاع الاعلان هو راجل اسمه دان، ومن اول لحظة باين عليه انه مضغوط جدا ومش راضي عن شغله. بعد ما التصوير بيخلص بيتكلم مع واحد من فريق العمل وبيقول لها ان هو ومراته ليزا هيسافروا اخر الاسبوع لكوخ العيله، وبيشرح ان ليزا مصممه تطلع رحله مشي طويله وسط الجبال، رغم انه فضل يحذرها اكتر من مره ان المكان هناك خطير جدا. بعدها دان بيركب عربيته وبيتصل براجل وبيساله احنا لسه متفقين على بكره، والراجل بيرد عليه انه تمام وكل حاجه ماشيه زي الاتفاق. واثناء المكالمه الكاميرا بتورينا حاجات غريبه جدا جوه العربيه، رول كبير من الشريط اللاصق وحبل ومنشار حديد، حاجات تخلي اي حد يشك ان في حاجه مرعبه بيتخطط لها. بعد كده دان بيروح يزور والده مايكل في دار المسنين، واثناء الكلام بيحكي له برضه ان هو وليزا رايحين يقضوا الويك اند في الكوخ، وانها ناويه تطلع تمشي في الجبال. لكن مايكل ما بيهتمش بالكلام ده، بالعكس بيقول لابنه ان رجاله الجيل الحالي بقوا ضعاف لان عمرهم ما عاشوا حرب ولا عرفوا يعني ايه القسوه، ولدرجه انه بيقول له انه كان نفسه يشوفه داخل حرب عشان يبقى راجل بجد. بعدها دان بيرجع البيت، وهناك بتقابله الجاره راشيل وبتقول له وهي مبتسمه صيد موفق. الكلمه بتستغربه جدا ومش بيفهم هي قصدها ايه. وفي نفس اللحظه ليزا بتخرج من البيت، واول حاجه بتعملها انها بتشتكي ان ركن العربيه قريب من الشجر مره تانية، وده بيوضح ان العلاقه بينهم متوتره جدا حتى في ابسط التفاصيل. بعد كده الزوجين بيسافروا ناحيه الكوخ، وطول الطريق ما بيبطلوش خناق كل شويه على سبب مختلف وتافه. ومن خلال الحوار بينهم بنعرف ان ليزا بتحاول تبقى ممثله، وهي شايفه ان دان اصلا ما ينفعش يتقال عليه مخرج لانه اخرج فيلم واحد من 8 سنين وبعدها فضل يشتغل في تصوير الاعلانات التجاريه. الكلام ده بيضايق دان جدا، فبيرد عليها وبيقول ان شغله هو اللي كان بيدفع فواتيرهم وديونهم. لكن ليزا بترد عليه بسرعه وبتقول له ان الديون دي اصلا كانت بسببه هو. بعد فتره بيوصلوا للكوخ، مكان معزول تماما وسط الغابه ومفيش حواليه اي حد. ليزا بتصب لنفسها كوبايه نبيت وبتقعد تسترخي، اما دان فبينزل البدروم، وهناك بنشوف ان المكان مليان بنادق صيد. بعد شويه دان بيحضر لها عشاء عباره عن ستيك، وبيقعدوا ياكلوا مع بعض قدام البحيره في منظر هادي جدا. واثناء الاكل دان بيقول انه طلب نوع مخصوص من الفلفل قبلها باسبوعين من ولايه اوهايو عشان يعمل لها احسن ستيك ممكن، لانه فاكر ان الستيك هو اكلتها المفضله. لكن ليزا بتبص له باستغراب وبتقول له ان الستيك عمره ما كان اكلتها المفضله، وان اكتر اكله بتحبها هي كيفشي وما بتاكلهاش غير في المطاعم البروفيه لانها هناك بتتعمل صح. في اللحظه دي دان بيسالها هو داريو اللي معاكم في كورس التمثيل بيروفي برضه؟ فبترد ايوه لكنه ملوش اي علاقه بالموضوع. لكن الطريقه اللي قالت بيها الجمله تخلينا نحس ان في حاجه مستخبيه. وبالليل الاتنين بيقعدوا يلعبوا لعبه مع بعض، لكن حتى وهم بيلعبوا الخناقات ما بتقفش، وفي الاخر ليزا بتتعصب وبتقوم تسيب اللعبه وبتدخل تنام. تاني يوم الصبح دان بيدخل الغابه لوحده وبيبدا يجمع كميه كبيره من الصخور ويحطها في كيس، وبعدها بياخد الكيس وبيحطه في المركب الموجود على البحيره، وبعدين بيرجع للعربيه وبيطلع منها الشريط اللاصق والحبل والمنشار وبينزل يخبيهم كلهم في البدروم. بعدها بيطلع فوق وبيلاقي ليزا بتتمرن على دور جديد خاص بمسرحيه، ومن غير ما تاخد بالها دان بيكون بالي المنديل بماده الكلولوفورم وبيمشي ناحيتها بهدوء من ظهرها، وواضح جدا انه ناوي يعمل حاجه مرعبه. بيقرب وبيقرب اكتر، وفجاه قبل ما يقدر يعمل اي حاجه بنسمع ليزا وهي بتصرخ فيه بغضب وبتقول له ايه اللي مديك الحق تعمل كده يا دان؟ بعد وقت دان بيفوق وبيكتشف انه مربوط على كرسي وقدامه ليزا واقفه وموجهه عليه بندقيه، وبتبدا تواجهه بكل اللي اكتشفته، الكلوروفورم والحبل والشريط اللاصق والمنشار وحتى كيس الصخور اللي كان مخبيه في المركب. لكن دان بيحاول يمثل البراءه وبيقول ان كل الحاجات دي كانت مخصوصه لتنظيف الكوخ واصلاحه، الا ان ليزا ما بتصدقوش لحظه وبتقول له انها عارفه خطته كامله. كان ناوي يفقدها الوعي بالكلوروفورم وبعدين يخنقها بالحبل، وبعدها يحط جثتها في المركب ويربط فيها كيس الصخور ويرميها في قاع البحيره. لكن في حاجه واحده بس كانت محيراها، المنشار. فبتساله كنت محتاج المنشار ليه؟ وهنا دان بيعترف بكل برود وبيقول ان الجثه ساعات بتطفو على سطح الميه وعشان كده كان ناوي يقطع جثتها لاجزاء. الكلام ده بيكون صادم تماما لليزا وبتساله ليه، فبيرد عليها بالسبب الحقيقي انه عرف انها بتخونه مع داريو. ليزا بتستغرب جدا وبتقول لدان انت بجد ناوي تقتلني علشان خنتك وانت اصلا بقالك سنتين حتى ما لمستنيش؟ لكن دان بيرد عليها وهو مليان غضب مكبوت وبيقول لها ان المشكله عمرها ما كانت الخيانه بس، المشكله انها طول الوقت كانت بتحسسه انه شخص فاشل وبتفضل تقلل منه وبتنتقده في كل حاجه بيعملها لحد ما بقى حاسس ان ولا ليه اي قيمه. لكن ليزا ما بتتاثرش بكلامه وبكل برود بتقول له انها كانت عايزه راجل ناجح عارف هو بيعمل ايه في حياته، مش راجل عنده 40 سنه ولسه بيتصرف كانه طفل كبير. وبعدين بتبدا تسخر من خطه قتله
له ليها وبتقول له ان خطته غبيه جدا وان خطتها هي عبقريه. وهنا الفيلم بيرجع بينا اليوم قبل السفر. ليزا كانت واقفه بتتكلم مع جارتها ريتشل وبتحكي لها عن رحله الكوخ، وبتقول ان دان ناوي يطلع يصطاد في الغابه رغم انها حذرته ان الصيد هناك ممكن يبقى خطر. وفي الوقت ده راجل اسمه هنري بيوصل البيت وبيقول انه خلص الشغل اللي كان بيعمله وبعدها بيمشي. فبتشرح ليزا ريتشل ان هنري صاحب دان من ايام المدرسه، وكمان كان دخل السجن قبل كده، ودلوقتي هم بيساعدوه انه يقف على رجليه، فبيشتغل عندهم اي شغلانه بسيطه في البيت. الفيلم بيرجع للحاضر. ليزا بتبص لدان وبتبدا تشرح خطتها بالتفصيل. كانت ناويه تقتله اثناء رحله الصيد وبعدين تبلغ الشرطه ان الامان بتاع البندقيه كان مفتوح بالغلط، واثناء الصيد خرجت طلقه بالغلط وقتلته. حادث بسيط ومحدش هيشك في حاجه. دان بيبص لها بصدمه وبيقول لها انت انسانه شريره، وبيكمل انا على الاقل كنت ناوي اعمل لك احلى عشاء واخليك تفقدي الوعي قبل ما اقتلك عشان حتى ما تحسيش باي وجع. وبعدين بيسخر من خطتها وبيقول انها ممثله فاشله وان الشرطه مستحيل تصدق تمثيلها. وفجاه الاتنين بيبداوا يمثلوا قدام بعض، كل واحد بيتخيل انه بيحقق مع الشرطه وبيحاول يمثل دور الزوج او الزوجه المنهاره من الحزن. لكن بعد ثواني دان فعلا بتدمع عينه، فليزا بتغضب جدا وبتضربه بالبندقيه ضربه قويه وبترفع السلاح وبتستعد تدوس على الزناد. لكن قبل ما تلحق تضرب النار بيفاجئهم هنري من وراها وبيضرب ليزا على راسها بمطرقه، فبتسقط على الارض وهي فاقده الوعي. وهنا الفيلم بيرجع 5 ايام قبل الاحداث. بنشوف دان وهنري قاعدين في مدينه ملاهي وبيتكلموا عن خطه قتل ليزا. دان بيقول له ان مراته عليها تامين على الحياه قيمته $100,000 ولو ساعده هياخد نص الفلوس. لكن هنري ما بيعجبوش العرض وبيقول انه عايز اكتر من مجرد الفلوس، هو كمان عايز يبقوا اصحاب ويقضوا وقت مع بعض بعد كده، ولدرجه انه بيطلب ان الاتفاق يتكتب على ورق. الكلام ده بيضايق دان جدا وبيعتبر ان هنري بيبالغ، فبيقول له ينسى كل ده وكل اللي مطلوب منه انه يوصل الكوخ في الميعاد وبس. الفيلم بيرجع للحاضر مره تانية. ليزا بتبدا تفوق وبتلاقي نفسها هي كمان مربوطه على كرسي وبيقف قدامها دان ومعاه هنري. بيسالها دان ليه كنت عايزه تقتليني، فبترد من غير اي تردد وبتقول له انه ضعيف ومهزوز وعديم الثقه في نفسه وانه السبب انها سابت الشغل اللي كانت بتكسب منه فلوس بجد، وبتتهمه انه ضيع كل فلوسهم وحتى لما اخرج فيلمه ما اداهاش ولا دور صغير فيه. وبتقول له ان حتى لو طلبت الطلاق الديون هتفضل مربوطه بيها، وعشان كده الطريقه الوحيده انها تبدا حياه جديده انه يموت وتاخد فلوس التامين. اول ما هنري بيسمع كلمه التامين بيبتسم وبيقول ان هو كمان داخل في الموضوع عشان فلوس التامين وان نصيبه $50,000 وهيشتري بيهم عربيه سكن متنقله. بتحاول ليزا تتكلم لكن دان بسرعه بيحط على راسها كيس بلاستيك وبيبدا يخنقها، لكن هنري بيصرخ فيه وبيأمره يشيل الكيس فورا وبيرفع عليه البندقيه، فبيضطر دان ينفذ كلامه. وفجاه ليزا بتقلب الموضوع عليهم وبتقول ان هم فاهمين غلط، التامين مش $100,000، التامين الحقيقي $1,000,000. وبتبص لهنري وبتعرض عليه $500,000 كتامين. اول ما دان بيسمع الرقم بيتوتر وبيرفع عرضه بسرعه وبيقول لهنري هديك $750,000، لكن ليزا بترد فورا وبتقول له انها مستعده تسيبه ياخد $1,000,000 كلها وكمان هتخليه يرتبط بريتشل. العرض المغري بيخلي هنري يقف محتار ومش عارف يصدق مين. وفي اللحظه دي دان بيجري عليه فجاه عشان يخطف منه البندقيه وبتبدا خناقه عنيفه بينهم. وفي نفس الوقت ليزا بتقدر تفك نفسها من الحبال والبندقيه بتقع على الارض وبيجري الاتنين عليها في نفس اللحظه ولا واحد فيهم مستعد يسيبها للتاني. دان وليزا بيجروا ناحيه البندقيه اللي وقعت على الارض، كل واحد فيهم عايز يوصل لها قبل التاني، لكن فجاه بتخرج طلقه بالغلط والرصاصه بتطلع لفوق ناحيه سقف الكوخ. وفجاه بيحصل شيء مستحيل، 3 اشخاص بيسقطوا مره واحده من فوق الكوخ وبيقعوا فوق دان وليزا، وقوه الوقعه بتخلي الاتنين يفقدوا الوعي، وده اول تحول ضخم في احداث الفيلم. الفيلم بيرجع بينا ل3 ايام قبل كده. بنشوف 2 هربانين من السجن اسمهم تود وبيت، وكان في ضابطه سجون اسمها أليجيرا هي اللي ساعدتهم يهربوا. بعد هروبهم بيفضلوا مستخبين وسط الغابه لحد ما بيكتشفوا الكوخ بتاع دان. المكان بالنسبه لهم كان مثالي بعيد عن الناس وفي اكل وسقف يحميهم، فقرروا يستخبوا فيه مؤقتا. ومن خلال الاحداث بنعرف ان بيت وأليجيرا بينهم علاقه عاطفيه. في البدايه كل حاجه كانت ماشيه كويس، لكن فجاه بيشوفوا عربيه دان وليزا داخله على الكوخ، فبيجروا بسرعه بيستخبوا في السقف قبل ما حد يشوفهم. وفي اليوم اللي بعده ال3 بيفضلوا قاعدين فوق في السقف، ومع مرور الوقت بيزهقوا جدا فبيبداوا يلعبوا لعبه تمثيل علشان يضيعوا الوقت. لكن هم بيلعبوا بيسمعوا صوت خناق تحت وبيبصوا من فتحات السقف، فبيلاقوا دان وليزا بيتخانقوا على البندقيه، وفجاه بتنطلق طلقه بالخطا وبتصيب تود في مؤخرته. تود بيصرخ من شده الالم وبيفضل ينط ويتحرك بعنف فوق السقف، وده بيخلي السقف القديم ينهار تماما. علشان كده ال3 وقعوا على دان وليزا في المشهد اللي شفناه قبل شويه. الفيلم بيرجع للحاضر. دان وليزا بيفوقوا، لكن الصدمه انهم بيلاقوا نفسهم مربوطين على كراسي مره تانية. اما ال3 الغرباء فقاعدين بكل هدوء بياكلوا الستيك اللي دان كان مجهزه. بعدها بيعرفوا نفسهم بيت وتود وأليجيرا. بعد التعارف بيت بيدخل في الموضوع مباشره وبيقول ان هم هيسيبوا الزوجين يعيشوا،
لكن مقابل مبلغ كبير من الفلوس. بيحاول دان وليزا يقنعوه ياخد كل اللي في محافظهم وشنطهم، لكن بيضحك وبيقول ان المبلغ ده ما يعملش اي حاجه. فبترد ليزا بسرعه وبتقول ان هم اصلا مفلسين وان دان صرف كل فلوسهم وكل اللي بيعمله انه بيمثل انه غني. بعدها أليجيرا بتقترح لعبه كانوا بيلعبوها جوه السجن، يرسموا دايره على الارض ويوقفوا دان جواها وبعدين يدخل تود معاه. وبتشرح أليجيرا قوانين اللعبه، ممنوع اي واحد يطلع بره الدايره والمطلوب ان كل واحد يحاول يعتدي على التاني قبل ما التاني يعتدي عليه. اول ما تود بيسمع الكلام بيبدا يقلع هدومه، اما دان فبيدخل في حاله رعب حقيقيه وبيفضل يترجاهم يسيبوه وبيحلف انه ما عندوش اي فلوس. وفي لحظه يأس بيكسر القواعد وبيجري بره الدايره، لكن العصابه بتمسكه بسرعه، بيسحبوه ناحيه ترابيزه البلياردو وبيستعد تود يعتدي عليه. وفي اخر لحظه بيلمح بيد بوستر فيلم معلق على الحيطه، فبيوقف كل حاجه وبيقرب من البوستر وبيبص لدان وبيساله انت بتحب الفيلم ده؟ فبيرد دان بهدوء انا اللي اخرجته. فجاه وش بيد بينور وبيقولوا ان من اكبر المعجبين بالفيلم وانه شافه اكتر من مره وهو في السجن. وبيقعدوا شويه يناقشوا نهايه الفيلم وكانهم نسوا تماما اللي كانوا بيعملوه، لكن بعد شويه بيرجعوا يكملوا. بيحاول تود ينفذ اللي كان ناوي عليه لكنه بيفشل، فبيقرروا يخلصوا على دان بدل كده. وبترفع أليجيرا البندقيه وبتستعد تضرب النار، لكن ليزا بتصرخ فجاه وبتقول انها مخبيه 50,000 دولار في حساب بنكي، واول ما البنك يفتح هتسحبهم كلهم وتديهم ليهم. وبتترجاهم يسيبوها هي وجوزها. الثلاثه بيبصوا لبعض وبيوافقوا على العرض، لكن بيقرروا يسيبوا الزوجين مربوطين في البدروم لحد الصبح. بعد ما العصابه بتطلع بيكون الجو هادي، وبتبص ليزا لدان وبتقول له بحزن احنا ازاي وصلنا لكل ده، وبتفتكر ايام زمان لما كانوا بيحبوا بعض بجنون. وبعدين بتعترف له بحاجه لاول مره وبتقول له انها كانت عايزاه يكتشف موضوع داريو، كانت نفسها دان يعرف بالخيانه ويحارب علشان ينقذ جوازهم، لكن ده عمره ما حصل. في نفس الوقت فوق العصابه بتحط خطتها، تاني يوم هياخدوا ليزا للبنك يسحبوا الفلوس وبعدين يرجعوا يقتلوها هي ودان ويرموا عربيتهم ويهربوا قبل ما حد يعرف مكانهم. اما في البدروم دان بيلاحظ كرة بلياردو مرمية قريب منه، فبيبدأ يزقها برجله واحدة واحدة لحد ما بتوصل عنده. بعدها مباشرة بيبدأ يصرخ بأعلى صوته، الصريخ بيخلي تود ينزل يشوف فيه ايه، فبيقول له دان انه محتاج يدخل الحمام. فبيتضايق تود لكن في الاخر بيفكه وبياخده للحمام وهو مهدده بالسلاح. واول ما دان بيخلص بينتهز اول فرصة وبيطلع كرة البلياردو اللي كان مخبيها جوه الشراب وبيضرب بيها تود ضربة قوية على راسه، فبيقع مغمى عليه. وده بيكون اول امل حقيقي للنجاة. اول ما تود بيقع مخشي عليه دان ما بيضيعش ثانية، بيخرج بسرعة من البدروم. وفي نفس الوقت بتكون ليزا قدرت توصل لسكينة كانت مرمية قريب منها وبتقطع الحبال اللي مربوطة بيها، وبعدها بتطلع هي كمان لفوق. وفي اللحظة دي بيت بينادي على تود لكن مفيش اي رد، فبينزل هو وأليجيرا للبدروم وهناك بيلاقوا تود واقع على الارض فقد الوعي، ودان وليزا اختفوا تماما. بيدركوا فورا ان الاتنين هربوا. في نفس الوقت ليزا بتستخبى بره الكوخ وسط الاشجار وبتفضل تراقب العصابة وهي بتخرج من البيت. التلاتة بيقرروا يتقسموا وكل واحد يدور في اتجاه مختلف علشان يلاقوا الزوجين. اول ما بيبعدوا ليزا بتجري ناحية العربية وبتفتح الباب بسرعة وهي فاكرة ان خلاص فرصتها جت، لكن وهي هتشغل العربية بتكتشف ان المفاتيح مش معاها، فبتضطر تنزل وترجع تاني للكوخ تدور عليها. ولسوء حظها في نفس اللحظة بيكون تود فاق من الضربة وبيرجع هو كمان للبيت، واول ما بيشوف ليزا بيوجه عليها السلاح بتقف مكانها. وفي نفس الوقت دان بيكون مستخبي في ركن بعيد وشايف كل اللي بيحصل لكنه مش قادر يتحرك. بتحاول ليزا تنقذ نفسها بأي طريقة فبتنفجر في العياط وبتقول لتود انها حامل وانها حتى ما كانتش لسه قالت الخبر لدان، والاصعب من كده ان الطفل اصلا مش ابن جوزها، وبتترجاه يسيبها تعيش. لكن تود بيبص لها بمنتهى البرود وبيقول ما تقلقيش انا مش هضربك في بطنك. يعني هو ناوي يقتلها فعلا لكن بطريقة تانية. وقبل ما يدوس على الزناد بيخرج دان فجأة من مكانه وبيمسك سكينة وبيغرزها بكل قوته في ظهر تود. وفي نفس اللحظة بتخرج طلقة من البندقية وصوتها بيكون في الغابة كلها، وده بيخلي بيتو وأليجيرا يسمعوا الضربة وبيعرفوا ان في حاجة حصلت. ورغم الطعنة تود ما بيقعش، بالعكس بيلف ناحية دان وكأن مفيش حاجة حصلت، وبيبدأ عراك عنيف جدا بينهم. بتدخل ليزا تساعد جوزها، لكن المفاجأة ان تود قوي بشكل مرعب، كل ضربة بياخدها بيكمل عادي وكل طعنة ولا كأنها أثرت فيه. وفي لحظة بيمسك دان من رقبته وبيبدأ يخنقه بكل قوته. بيحاول دان يفلت لكن مستحيل، بيشوف الموت بعينيه. بتجري ليزا بسرعة وبتطعن تود من ظهره بسكينة مطبخ لكن ولا كأنها عملت أي حاجة، فبتجيب سكينة تانية وتالتة وبتفضل تطعنه مرة ورا مرة ومع ذلك الراجل لسه واقف. بعدها تود بيسيب دان وبيلف ناحية ليزا، وفي اللحظة اللي هيقضي عليها فيها بيلمحوا دان، فبيجري يمسك تمثال نسر معدني كان موجود في الكوخ وبيضربه بيه بكل قوته على راسه. الضربة دي أخيرا بتكون قاتلة وبيقع تود على الأرض من غير ما يقوم تاني. بعد دقايق بيوصل بيتو أليجيرا، وأول ما بيشوفوا الجثة بتاعت تود بيتصدموا وبيغضبوا بشكل جنوني. أما دان وليزا فبيكونوا مستخبين داخل دولاب في
واحدة من الغرف. وسط الخوف بيبص دان لمراته وبيعتذر لها وبيقول لها انه غلط وانه فعلا ما حاولش ينقذ علاقتهم. بعدها بيطلع مفاتيح المركب وبيديها لليزا وبيقول لها تهرب لوحدها لانها حامل ولازم تحافظ على الطفل. لكن ليزا بتبص له وبتعترف بالحقيقة وبتقول له انه ما كانتش حامل اصلا وان كل الكلام ده كان مجرد كذبة علشان تنجو بنفسها. بيسكت دان للحظة وبعدين بيبتسم لأول مرة وبيقول لها دي احسن تمثيلية عملتيها في حياتك. وفي نفس اللحظة بيسمع صوت خطوات. بيتوصل قدام باب الدولاب، بيفتح الباب فبيخرج دان عليه فجأة وبيهاجمه. اما ليزا فبتستغل الفرصة وبتجري تهرب بره البيت، لكن اول ما بتخرج بتتفاجئ بأليجيرا واقفة مستنياها وبتهاجمها فورا. ولحسن الحظ بيوصل دان في اخر لحظة وبينقذها، لكن قبل ما يقدروا يهربوا بينط بيت من الدور العلوي وبيهجم عليهم من جديد. وبتبدأ مواجهة اعنف واخطر من اي مواجهة حصلت قبل كده. اول ما بيت بينط من الدور العلوي بيهجم بكل قوته على دان وليزا. المواجهة كانت عنيفة جدا وبيت كان اقوى بكتير مما كانوا متوقعين. بيبدأ ينزل على دان بالضرب من غير اي رحمة لدرجة انه كان هيفقد الوعي. بتحاول ليزا تنقذه فبتجري بسرعة، بتمسك مشط حديد اللي بيساوي الارضية بتاعت الجنينة وبتغرسه في جسم بيت. لكن الصدمة الطعنة ما بتوقفوش وكأنه ما حسش بيها اصلا. وفجأة بيحصل شيء اسوأ. تود اللي الكل كان فاكر انه مات بيظهر مرة تانية. بيتضح انه كان لسه عايش وبيمسك ليزا من ورا قبل ما تقدر تهرب. وفي اللحظة دي بيبقى الزوجين محاصرين من الناحيتين. اما بيت فبيكسر مشط الجنينة بكل سهولة وبيمسك الجزء الحاد منه وبكل قسوة بيغرزه في ايد دان وبيثبتها في الارض. صرخة دان بتملى المكان من شدة الألم، لكن الكابوس ما بيتوقفش عند هنا. بعدها بيشغل بيت جزارة العشب وبيمسك دان من راسه وبيبدأ يزقه ناحية السكاكين الدوارة للجزارة. بيحاول دان يقاوم بكل قوته لكن مفيش فايدة، وفي النهاية الجزارة بتقطع صباعين من صوابعه وبيصرخ من الألم بشكل مرعب. في اللحظة دي كل حاجة كانت بتقول إن النهاية قربت، لكن فجأة صوت عربية بيقرب بسرعة جنونية وفجأة العربية بتخبط بيت بكل قوتها وبتطيره بعيد. الكل بيبص ناحية العربية وبيكتشفوا إن السواق هو مايكل والد دان. الفيلم بيرجع 6 ساعات قبل كده. واحد من الجيران كان معدي جنب الكوخ ولاحظ إن في شبابيك مكسورة والدنيا مقلوبة بشكل غريب، فقرر يتصل بمايكل ويبلغه إن في حاجة مش طبيعية بتحصل هناك. أول ما مايكل بيسمع الكلام بيقرر يروح فورا، لكن الممرضة في دار المسنين بتحاول تمنعه فبيقوم يضربها وبيخطف مفاتيح العربية وبيركب العربية بنفسه وبيسوق ناحية الكوخ لإنقاذ ابنه. الفيلم بيرجع للحاضر. أليجيرا بتجري بسرعة ناحية بيت علشان تطمن عليه، وأثناء انشغالها مايكل بيمسك البندقية ومن غير تردد بيوجهها ناحية تود وبيضغط الزناد. الطلقة بتسيب تود في راسه مباشرة، ودي المرة اللي بيتأكد فيها إنه مات فعلا. بعدها بيلف ناحية بيت عشان يخلص عليه هو كمان، لكن أليجيرا بتهجم عليه من ظهره وأثناء الاشتباك بتخرج طلقة وبتصيب رجل أليجيرا فبتقع على الأرض وهي بتصرخ من شدة الألم. بيقرب بيت من مايكل وهو بيسخر منه، لكن مايكل بيفاجئه وبيهجم عليه وبيعضه في مناخيره بعنف وبتبدأ بينهم خناقة شرسة. ورغم سنه الكبير مايكل بيفضل يقاوم بكل اللي عنده، وفي النهاية بيحس انه مش هيقدر يكمل فبيبص لدان وبيصرخ فيه خد العربية واهرب. دان وليزا بيساعدوا بعضهم وبيركبوا العربية بسرعة، لكن العربية بترفض تدور وبيقعدوا يحاولوا مرة واثنين وثلاثة. وخلال اللحظات دي بيشوفوا بعينيهم بيت وهو بيمسك مايكل وبيرميه على جزارة العشب وبيقتله بطريقة بشعة جدا. المشهد بيكون صادم جدا لدان لانه شاف والده بيموت قدامه وما قدرش يعمل اي حاجة. اخيرا العربية بتشتغل وبينطلقوا باقصى سرعة، لكن فرحتهم ما بتكملش. بيت بيمسك البندقية وبيضرب عليهم نار. الرصاص بيخلي دان يفقد السيطرة على العربية وبتحوت بسرعة لحد ما بتخبط في شجرة بقوة. الحادثة بتسيب الاتنين مصابين اصابات قوية، ورغم كده دان بيبص لليزا وبيقول لها تروح ناحية المركب، اما هو فلازم يخلص من اخر تهديد باقي. بعد حادثة العربية دان وليزا بيخرجوا منها بصعوبة. الاتنين كانوا متعورين جامد لكن مفيش وقت للراحة. بيبص دان لمراته وبيطلب منها تروح ناحية البحيرة والمركب، اما هو فلازم يرجع يواجه اللي فاضل من الكابوس ده. في نفس الوقت كانت أليجيرا مرمية على الأرض وهي بتصرخ من الألم بسبب إصابة رجليها وبتطلب من بيت يساعدها، لكن المفاجأة إن بيت بيبص لها بمنتهى البرود وبيقول لها إنه قرر ينفصل عنها، وبعد كل اللي حصل بيسيبها ويمشي. أليجيرا بتدخل في حالة غضب هستيرية وبتبدأ تشتمه وتصرخ فيه وهو ماشي، لكن ما كانش مهتم بيها نهائي. بتزحف بصعوبة لحد ما بتدخل الكوخ وبتبدأ تعالج جرحها وبتحاول توقف النزيف، لكن فجأة بتسمع صوت حركة وراها. بتلف بسرعة فبتلاقي دان واقف قدامها، ومن غير مقدمات دان بيضرب رجليها المصابة بقوة فبتصرخ أليجيرا من شدة الألم وبتبدأ تتوسل ليه وبتقول له إنها ما كانتش وحشة وإنها كانت مجرد ضحية وإن الناس التانيين هم اللي أقنعوها تعمل كل ده. لكن دان ما بيصدقهاش. بعد كل اللي شافه ما بقاش عنده أي تعاطف، فبتحاول تخوفه وبتقول له أنا ضابطة فيدرالية ولو قتلتني هتبقى قتلت موظفة حكومية، لكن التهديد ما بيجيبش نتيجة. دان بيرفع البندقية ومن غير أي تردد بيدوس على الزناد وبتخرج طلقة
مباشرة في وش الإجيرة وبتنتهي قصتها في الحال. على الناحية التانية كانت ليزا وصلت للبحيرة وبعد محاولات بتنجح تشغل المركب وبتبدأ تستعد للهروب، لكن قبل ما بتتحرك بيظهر بيت مرة تانية وكأنه شبح بيرفض يموت أو يختفي وبيبدأ يهددها مرة تانية. وفي نفس اللحظة بيسمع دان صوت صراخ ليزا جاي من ناحية البحيرة، فبيخرج بسرعة ناحية الصوت، ولما بيوصل بيشوف المركب بيتحرك فوق المية وجوه ليزا وبيت. بيبص حواليه بسرعة وبيلمح الحبل المربوط في المركب، فبيقرر يعمل حاجة مجنونة جدا، بيمسك الحبل بكل قوته والمركب بيسحبه وراه فوق سطح المية بسرعة رهيبة. أما فوق المركب فكان بيت بيجبر ليزا تروح البنك وتسحب الفلوس اللي وعدتهم بيها، لكن فجأة بيتفاجئ بوجود دان اللي نجح يطلع للمركب أثناء الحركة. وبتبدأ آخر مواجهة في الفيلم، مواجهة شرسة ووحشية بين دان وبيت، كل واحد فيهم عارف إن الشخص التاني لو عاش هو اللي هيموت. الضربات بتتبادل بينهم بعنف، وفي لحظة بيتمكن بيت من إنه يمسك رقبة دان وبيبدأ يخنقه بكل قوته. ومرة تانية بيبدو إن النهاية قربت، لكن ليزا بتفتكر حاجة مهمة جدا، كيس الصخور اللي دان كان مجهزه في البداية عشان يقتلها بيه. بتجري بسرعة ناحية الكيس وبتمسكه وبعدين بتربطه في رقبة بيت، وبالتعاون مع دان بيزقه خارج المركب. بيقع بيت في البحيرة ووزن الصخور بيبدأ يسحبه لتحت بسرعة وبيبدأ يغرق، لكن المشكلة إن الحبل كان متشابك حوالين رجل دان، ولما بيت كان بيغرق شد دان معاه لتحت. فجأة بيتحول الانتصار لكارثة جديدة، ليزا بتمسك جوزها وتحاول تنقذه، لكن قوة السحب كانت مرعبة. بيبدأ دان يستسلم وبيبص لها وبيطلب منها تسيبه وبيقول لها تنقذ نفسها، لكن ليزا بترفض. بعد كل اللي حصل بينهم مش مستعدة تخسره، وبكل قوتها بتفضل تسحبه وبتقاوم لحد ما بتنجح أخيرا في إخراجه من المية وبيرجع للمركب وهو حي. والأول مرة من بداية الفيلم بيبقى الاتنين في أمان. الكابوس أخيرا انتهى. بعد ما ليزا بتنجح بصعوبة إنها تسحب دان من المية بيقعد الاتنين على المركب وهم بياخدوا نفسهم، وأخيرا الكابوس اللي عاشوه قرب يخلص وكل الناس اللي كانت بتطاردهم ماتت. بعد فترة بيرجعوا ناحية المرسى، بينزل دان من المركب وهو بالعافية قادر يقف على رجليه بسبب كل الإصابات اللي اتعرض لها. وبتقرب منه ليزا وبتطلع من جيبها السبعين اللي اتقطعوا من إيده أثناء هجوم بيت وبتديهم له، فبيبصوا لبعض. وبعد كل اللي حصل كل واحد فيهم بيعتذر للتاني. دان بيعتذر لأنه وصل لمرحلة إنه خطط يقتل مراته، وليزا بتعتذر لأنها هي كمان كانت ناوية تقتله. ورغم كل الكراهية اللي كانت بينهم إلا إنهم في النهاية أنقذوا حياة بعض أكتر من مرة. وبعدها بيبص دان حواليه وبيقول إن الشرطة أكيد جاية في الطريق، فبترد ليزا بابتسامة خفيفة وبيعترفوا إن هم لسه مفلسين ولسه عليهم ديون كتير، وإن المشاكل اللي بينهم ما اختفتش فجأة، لكن لأول مرة من سنين بيقرروا يواجهوا كل ده مع بعض. بيسألها دان هنبدأ منين، فبتبتسم ليزا وبتقول له عندي فكرة، لكن الفيلم ما بيكشفش الفكرة وقتها. بعد وقت قصير بتوصل الشرطة وبتبدأ تحقق في اللي حصل. أما دان وليزا فبيقرروا يمثلوا دور الضحايا المصدومين، وبيحكوا للشرطة إن هم تعرضوا لهجوم من مجموعة مجرمين غرباء وإنهم قدروا ينجوا بصعوبة. وأكيد ولا واحد فيهم بيجيب سيرة إن كل واحد كان مخطط يقتل التاني قبل وصول العصابة. القصة بتنتشر بسرعة وبتتحول لحكاية تشغل الإعلام كله، وبيبقى الزوجين حديث البلد وكل القنوات بتتكلم عن بطولتهم وإزاي قدروا ينجوا من العصابة. وبعد فترة بنشوف دان وليزا قاعدين في برنامج تلفزيوني والمذيع بيطلب منهم يحكوا عن اللي حصل، فبيبدأوا يرووا القصة بنفس الرواية اللي قالوها للشرطة، وإن حبهم لبعض هو اللي خلاهم ينجوا من كل اللي حصل. وفي نهاية الحوار بيسألهم المذيع سؤال مهم بعد القصة المذهلة دي، هل هوليوود ناوية تعمل فيلم عنها؟ فبيبتسم دان وبيرد بكل ثقة أيوة. وبعدها مباشرة الفيلم بياخدنا المشهد أخير، بنشوف لقطات من الفيلم الجديد اللي اتعمل عن الأحداث، لكن المفاجأة إن البطلة الرئيسية فيه هي ليزا، وأخيرا حققت حلمها إنها تبقى ممثلة. أما دان فبيرجع يقف ورا الكاميرا كمخرج وبيحقق هو كمان الحلم اللي كان بيجري وراه طول حياته. وفي النهاية الاتنين رغم كل اللي مروا بيه قدروا يحققوا حلمهم اللي فضلوا سنين يحاولوا يوصلوا له. وبكده بتنتهي أحداث الفيلم. لو عجبكم الملخص ما تنسوش تدعمونا بلايك وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد، واكتبوا لنا في التعليقات لو كنت مكان دان وليزا كنت هتسامح بعد كل اللي حصل. نشوفكم في ملخص جديد. سلام.